نتحدث اليوم أيها الأخوة الكرام عن فضل تعليم القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل أمرنا بتعلم وتعليم وتدريس القرآن الكريم. رب سبحانه وتعالى يراد أيها الإخوة الكرام يوصيني أن أضع أولي، يوصيني أن أحفظ أولا رب سبحانه وتعالى. هذا الكلام كلام الله عز وجل، لا بد علينا من تعظيمه عن طريق قراءته. أولا رب سبحانه وتعالى علاقة مع الله، أن يعظم الإنسان أولا رب عز وجل عن طريق القراءة والتعلم والتعليم. أولا رب عز وجل اسم عظم، اسم السكينة، اسم السجاد، غير الإنسان يقارن يتلو كتاب المولى تبارك وتعالى، غير الإنسان يشجع أنا ذرمت الشرفات الذي قال يوكنا بغران صفحات من النسخة الصغر أولا رب عز وجل قال فيما بأقل التعاون أولي الكلام يوكنا بغران، يوكنا بطبقة من أحكامه، يوكنا التأويل في الأقوال الشجر في الذي الحياة الدنيا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وشرح النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القيامة تسجد من مثل الله، أعرف إجماع سبحانه وتعالى يوم القيامة. القيامة أعرف تستغرب فيها عز وجل الحليم الكريم يوكلين أعلى حسن لبين الأمور والأعمال الإشفاء من العبد يوم القيامة قراءة القرآن. أجل ربنا أولا ربي فطاولا ربي أجل يوم القيامة، أجل رب العالمين، أجل الشفاعة، أجل العبد في قرار، أجل العبد في استعمال، أجل العبد في خدمة الأحكام للقرآن الكريم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي غاية هذا الباب يوكد شرمداء الأولياء تحت تلاميذ الأولياء لكي تعالى الدنيا ترفع في 6 سنوات 5 سنوات فنحوه إلى قوم السهام أمام الإنسان الدليل له وجه المدارس القرآنية، الدليل له وجه تفسير القرآن الكريم. معليش ليك لا مشروع أقرأ السؤال المقرايا أكيد نازل الدروس الاستدراكية التلقنية في الجماعة في الثلاثة، ولكن الوجه الإنسان في ساعة ونصف للوقت في ساعة للوقت يسير أكيد جواب الجامع عند الصغر الحي عند الصغر يوصل يحفظ صورة أن يحفظ حزب بتاع القرآن الكريم. العكس والله نعاش في الدول الأجنبية الدول الفيدراليين من وراء البحار الجالية المسلمة أمريكية كثير
تساوي براوي الشمس 30 15 10 كيلومتر يوكنا بيحصل يوكنا بيغار فرنسا كيلوين النساء التعلفة أدويني الجامع يوكنا بيحصل الحروف الصعرة يوكنا بيحصل أولا ربي عز وجل يقول لك الحمد لله لازم تكاتيب لازم المساجد لازم ربنا يشرح لنا نعظمه تعظيم كلام الله أنا أرضى من المقدار هو ربي عز وجل أنه يشفع أن نكون أسمع ساعة بالجمع أسمع بعض الصور بعض الأداب التي نقرأ ربنا مشكلة الصعلة الطعن والدين الإحمالات من الدين الله سبحانه وتعالى خلقا في هذا الباب أدعو جميع الناس أدعو رب العباد لقد خلقين وبلا عظيم أولا رسول الله ولا أنا جميع النساء يفتح والتجمعات أولا تسمعون راح يفتحان أنا بالصلاة نغتم فيه أنا بس السفة وبس الجمعة كذلك في جوردان القرن بين المغرب والعشاء بعد صلاة العصر لسنة مع المشايخ الشعب الجامع وفق البرنامج تعليم القرآن الكريم في جميع المساجد أن فرقات الجامعة وفق الله بتأسيسه فرقات المسجد اليوم كيف تكسير فيها الساعة خامس ساعة تحت الصورة ساعة كلام ساعة ربي سبحانه عز وجل ربي سبحانه يحسن التربية ساعة ربي يوفقها إن شاء الله في الدروس ساعة وربي سبحانه يوم القيامة أكيد الكتاب الديويني أكيد اقرأ وارتقي الغار أي درجة من الجنة على حسب ضيلة الصبر تولى ربي في هذه الحياة الإنسان أيها الإخوة الكرام بين المغرب والعشاء أن يتمصحف مع الشيخ من أعمال الشيخ أن يغطي كلام الله تبارك وتعالى ترتيلا وتجويدا ربي سبحانه عز وجل الأمة لتعظيما أولا ربي عز وجل وفي تعذيبها وأنا صورة البركة في الأمة لتعظيما أولا خطائب وزمين القيامات خاض ولا ربنا الكذاب اللوحة أول حاجة يتعلمها في الشرع الإغراء ولا ربنا الكذاب خاض المشايخ البركة الكذاب دورة وزمين صدقوني أيها الإخوة أن البركة تعرف دي تكون على الجهال الإخوة لولا الشيوخ الركع والبهائم الركع والصبيان الركع يستحق عليكم العذاب الصبا البركة أتيت دوار استمرارا بفرقها دوار البهائم المال الوجاب الدوار تقدر جميل شروحا 15 سنوات ملايين حفظان قرن ولا ربي يضع التكبير قرن ولا ربي الجامع تعاون في الوجه السن ترد الزوار من المساجد مليح هذا بيحا يكون عن كوليجا يكون عندهم في تسليم سبورتيف وليدك فرق فيها نصاحية وفي براحة وفي مليح يدخل في الفريق تاع الكورة مليح يدير الديسيبلين تاع تقوية العظام والعضلات والتنسيق إلى غير ذلك الإشارات والجيد إلى غير ذلك كل أمور هذه مليحة واجبتها الإسلام ونسبة الشراء إن الوقت اللي في الصحراء هي بعيد فالنسل في تسليم سبورتيف ما شاء الله التي في الطاقات الساعة ولكن قولي أمام الله إن كذلك أقرب صدر جمع وفي الجغار ولو مرة في الأسبوع ساعة في الأسبوع ربطوا أعطيه هدية
قال في الدنيا كل واحد الحين وانكوراجيه في واحد يحتاج اعتصام صور وشريك هذه وجنب هذه ودي تحول اللي احنا جماعة والتعظم ربي سبحانه ربي أن يصلح أرأي مثلي غادي أسرة أجيك في البركة تحوم حول تدريس القرآن والآداب والأخلاق وسائر العلوم. إذن العلم ده والجزارة والأناكل والجماعات الجامعة الجماعات كل طبعا ساعة ونصف وولا ربي عز وجل. الموضوع الثاني الذي أردت أن أتحدث عنه أيها الأخوة الكرام هو أخذ الحيطة والحذر في قضية استعمال أدوات التسخين في هذا الشتاء. وكذلك شوية دي أصحاب البيضاء أصحاب توشوني مستسل النتيجة تسترد الغاية أبي شراب طول أبي تعتقى على السجاز أبي سميت إصرارا أبي غبختين لأخواني وبعد شيء تريد الفرق في بنادم تريد مثل الغاز الأكسيد الكربوني الصفرات ففي أدنجروا إلى العدد الإيماني الذي يسمى قرض الجماعة العكس السعاد لكن الماء فيه السعاد لقد تعرف إيماني لريشوينات مع الجرسينات لقد تريسيات لقد تهوية الطاقة لقد تولي الأجزاء والصوت ولا يوجد الأطفال مبنى والتهوية مبنى ونفس حاجة إذن خطيرة في الأساس في هذا المنوال من الشكل الفرنسي اللي فيه النتوايات النسبة أتاعه صنعها سبحانه وتعالى له والتفكير لازم نقول حيطة والحذر. الأمر الثالث أيها الإخوة الإسلام اللي يخص مرض كوفيد-19 وده هذا الفيروس المتحور الذي يسمى أوميكرون بالآلاف تجمع لكن شوفوا في فرص ألمانيا اللي هي الإنسان يأخذ الحيطة والحذر هذا السيد الثاني راهم يحضروا إن شاء الله إذا كان الجماعة الزمان يجوا فرص هنايا يجيو نظرة هذا الباب لا مرض الجديد راهي في تزايد الخطر موجود بعد الزمن كما نقول بعد الزمن تزيد قعر المعنى لحد الاستهزاء عليه السلام الحق الاستهزاء وين دخل جماعة كل واحد يروح يرغب الصوت يقول كذا وكذا لازم يبقى تسمع لازم واحد يسمع تتساوي يروح القراية يروح الخدمة يروح للسوق في برا لازم الواحد يبعد عن أماكن التجمعات لازم الإنسان يصلي التباعد لازم الإنسان يعطي اليتيم لازم الإنسان يدير البركة هذو الأطباء ما يوصل هذا لي تمنعنا هي أخذ الأسباب البركة يفكرني نقع وراه الضوء وكيف الضوء فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقيمون كرة البركة ما كانش للأجل أكثر ما كانش منها كرة البركة الأطباء هذا والناس علىها لا واحد يدير البركة يأخذ من الأسباب باش يصيب والطعن هذه الكتاب الثاني يكون خفيف عن الجماعة الإنسان يخاف ربي راكم تشوفوا الموظفين تاع الغير تاع الفرنسيين وشراهم يستقروا الأطباء ربي يحفظهم الأطباء والطبيبات والممرضات والمجانين للتلبيس الفرنسي راكم تشوفوا وشراهم يستقروا باش يخرجوا المرض والمرضى وتشوف انت المريض تشوف واحد الطبيب واش تشوفيه أنا فرض الله يا جماعة يا العباد يا اللي راهم داخل الجامع يا اللي راهم برا
وجل أعيد الرحمة ودير رأي الأطباء وليس هذا تاخذ جماعة هذا وليس تاخذ جماعة ديال الله والسعد ما تروحش الأماكن تاع التجمعات باش ربي عز وجل يخفف علينا يا جماعة هذه الوباء وهذا الداء اللي راح الإسلام ويظهر رحمه وفي بزاف المرضى يكون من الدعاء دعوهم وصلهم الله وتشفيهم يا رب العالمين. اللهم عافهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم رب اشفهم يا رب العالمين. في شرط الشفاء وفي شرط الشفاء وفي شرط الشفاء وفي راضية وغير الاستعانة بالموتى وفي المرض أجر وفي مرضية وفي شرط الصبر في القضاء وفي أهل البلاد ويرفع باسم الصلاة هذا الداء ويرفع باسم الشفاء أما يجب الإنسان التي جعل الرسول طيبا نافعا أن يعطيك من شر المرض والسجود فالمشروع في تخصيص السبيل مشروع بيأتي مراد سنوي الصرف الإجراء ويجب اليوم الجد إليه والذين قرأوا الدولية الرسولية في أصحابه جد سبوي يكون الصرف الدولية في أصحاب الإسلام سبب الإنسان مشكلة في سبب الحل سبب الإنسان الهم هذه فرض في نفس شرع الغموم بالنسبة للنساء توقعتها مع الاستحلام وصول النساء وشنو هي النساء جيبوا النباغات والصلين بالتباعد وأجركم على الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عندنا ناس الجماعة كنا شوية تاع يراد يقول تاع الشوفاج ويجيو كيفر يوغندر يعدوا لنا عليه الله يستقيمهم أجرهم على الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأراضين وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أطيعوا الله جل وعلا، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما بأمته، فأوصانا بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. واعلموا أن الرفق والمعاملة الحسنة بين الناس أدب رفيع من الآداب النبوية، وخلق ثامن من الأخلاق الإسلامية. هذا الخلق خلق الرفق واجتناب الفظاظة والعنف واستعمال الحوار ومهارات الحوار مع الناس من بشاشة الوجه وحسن الكلام. كل هذه الأعمال توجب مرضاة الله جل وعلا للإنسان في هذه الحياة. بهذه الأخلاق الثانية من بشاشة الوجه وطيب الكلام وبذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى، بجميع هذه الخصال تستنصر بها نعم المولى جل وعلا وعطاياه، وتستنزل الخيرات من السماء. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق لطيف بعباده، يحب الرفق في الأمر كله. الله عز وجل يحب الرفق، يحب اللطف، يحب السهولة، يحب اللين في جميع أمور عباده، فهو البر الرحيم، فهو اللطيف الخبير، أمرنا بالرفق في جميع أمورنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه.
الهدوء وتغليب مصلحة العامة على المصلحة الخاصة في هذه الحياة، كي يرحمنا مولانا جل جلاله. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. أيها المؤمنون، أوصى الله عز وجل في كتابه قائلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأمرتنا السنة النبوية قائلة على لسان الصادق المصدوق: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، أي سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تضلان صاحبهما يوم القيامة. فرتلوا القرآن في بيوتكم، اقرأوه في مساجدكم، اعملوا بأحكامه في حياتكم، علموه أبناءكم، وجهوا أبناءكم إلى المساجد وإلى المدارس القرآنية، ورافقوهم في هذه الحياة كي يكونوا لكم ذكرا بعد الممات. واعلموا أن الله عز وجل قد أعلى من شأن هذه النفس البشرية، فقال جل جلاله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحن نعيش شتاء باردا كما عشنا صيفا حارا. وأسباب انتقال العدوى متوفرة ومهيئة في هذا الشتاء، تنتقل لنصائح الأطباء من أجل سلامتكم وسلامة أبنائكم وذويكم وسلامة المجتمع، باحترام وتطبيق البروتوكول الصحي، الإجراءات الوقائية لهذا المرض المعدي. ونحن نعيش سلالة متحورة جديدة اسمها أوميكرون، سلالة متحورة صعبة عليكم بالالتزام بالسلامات والابتعاد عن مواد الازدحام والصلاة بالتباعد ورسم اليدين، وعليكم بالتوقيت. نفسي أن نراه اسم الصحيح رسم القحوات للمجتمعات. الإنسان التلقيح اللقاح موجود، إذا يقع يتوكل على الله، يأخذ بالأسباب. ربي عز وجل نسأل الله يرحمنا. إن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اشف هؤلاء المرضى، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم اجعل مرضهم أورا إن شاء الله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله
الذين رحمكم الله، التزموا الصلاة بجماعة. كل واحد يحاول يستدين بعد على آخر، يعني أخر 50 صوتين أسرع الآخر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم